السلام عليكم، ازيكم يا بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده هتكلم في موضوع، يعني انا عندي حماس وشغف جدا ان انا اتكلم فيه. مين فيكم شاف مسلسل الهرشة السابعة؟ اللي شافوه اترعبوا ولا عدى عادي عليهم؟ اللي ما شافوهوش اعتقد ان انتوا بعد الفيديو ده ان انتوا هيجيلكوا فضول ان انتوا تشوفوه. السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده انا متحمسه جدا للفيديو ده. انا بقالي كتير قوي ما طلعتش على الكاميرا بوشي، حاسه مربوكه شويه، بس متحمسه قوي للموضوع ده ان انا اطلع اتكلم معاكم فيه وش لوش كده، عشان خاطر اعرف مش محضره حاجه واعرف اتكلم يعني. انا اتفرجت على مسلسل الهرشة السابعة ده، اتعرض في رمضان، بس انا ما اتفرجتش عليه غير لسه في اليومين اللي فاتوا دول. انا اترعبت لما شفت ال15 حلقة بتوعه، هو 15 حلقة بس فعلا يعني المسلسل يرعب. انا حسيت ان هم عاملين كاميرات في البيوت. هو بيتكلم عن ايه وايه معنى الاسم الغريب ده اصلا؟ الهرشة السابعة، هم بيقولوا ان في دراسة معناها ان الانسان بعد 7 سنين شخصيته بتتغير، فبالتالي بتحصل مشاكل في حياته بسبب تغيير شخصيته، وخصوصا لما بيكونوا متجوزين، شخصين متجوزين. يعني الزوج وزوجته لما بيكون بيمر عليهم من 5 ل7 سنين في حياتهم وهم متجوزين، بتحصل البوم ما بينهم من المشاكل والقفشات والتنشنة والحاجات اللي بتحصل دي. وبيقول لك ان نسبه يعني قليله او ايا كانت النسبه دي، هو قال نسبه قليله، وانا شايفه ان اللي هي في الوطن العربي لا، مش نسبه قليله، ان الموضوع بينتهي بالانفصال. وطبعا لا، احنا شايفين ما شاء الله يعني ابهاتنا وامهاتنا يعني عايشين بقالهم 30 سنه مع بعض، فمروا بالهرشه السبعه دي كتير. بس انا بقالي 7 سنين متجوزه، قرب 7 سنين متجوزه. تمام. ففعلا المسلسل ده انا كانه عايش معانا في البيت وبيحكي اللي بيحصل في البيت فعلا، فعشان كده انا اتخضيت. فطلع اتكلم معاكم في الموضوع دوت لان فادني جدا جدا، ويا ريتني شفت المسلسل ده من بدري. اكيد كان هيخليني اختلف في ردود فعلي في المشاكل اللي بتحصل دي. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف انا قصدي عايزه اقول ايه. اول حاجه، المسلسل ده بيناقش 3 حالات من العلاقات، اللي هم 2 لسه مخطوبين او بيتعرفوا على بعض، وبعدين دخلوا في الجواز، فهم لسه بيتعرفوا وبعدين اتجوزوا. تمام. الحالة التانية من العلاقات اللي هم خلاص 2 اوريدي متجوزين، وحياتهم بقى ايه خطوة بخطوة لحد ما وصلوا ل7 سنين. والعلاقة التالتة اللي هم شخصين متجوزين بقالهم 30 سنة، اللي هم أبهاتنا وأمهاتنا. فبيتكلم على مشاكل كل علاقة من العلاقات دي، بس هو مركز جدا في الجزء العلاقة التانية اللي هم مروا بال7 سنين دول. فانتوا هتشوف حياتكم ايا كان انتوا حياتكم كانت فين في ال3 شخصيات دول، هتشوفوها. طب لو انت بقى لسه صغيرة او كده، شوف الفيديو بحيث ان انت تتعلمي منه حاجة هتطلعي بيها لنفسك. هو بادئ ان الحياة كانت بادئة في الاول لفلفة، والحياة جميلة، وبعدين حملنا الله مبسوطين وفرحانين والكل مبسوط بينا. بعديها بدأت الولادة. اول ما الواحدة بتولد، خصوصا ان في المسلسل ده كانت هي والدة توأم، فطبعا ما ادركوا ان هي والدة توأم، ما بالك العيل الواحد بيبهدل الدنيا، فبالك عيلين. فبدأت من هنا العلاقات تختلف. يعني كانت نادين عمالة بتزعق في جوزها، وعلى طول بتصرخ، وعلى طول بتصوت، وعلى طول شايفة كل حاجة وحشة وشايفة كل حاجة سواد. في الحتة دي يا جماعة أنا عايزة أقول حاجة أنا مريت بيها وكتمتها، واكتشفت بعد كده إن الحاجة دي غلط. هي نادين صح. ليه؟ لان في الفتره دي الست ما بتبقاش عارفه ولا تاكل ولا تشرب ولا تنام، وعندها طفل بيصحى بمعدل من 2 لساعتين ونص عشان ياكل، لان بطنه قد كده، فهو كل ساعه ونص، ساعتين ونص بالكتير جدا هو بيصحى عشان يرضع. فهي ما بتنامش، هي حرفيا طول اليوم هي ما بتنامش. فهي كانت حتى بتصرخ في مشهد المشاهد، اثر فيا قوي لانه مر عليا واكيد مر عليكم كلكم. هي عماله تصرخ وبتقول انا نفسي استحمى، انا عاوزه استحمى. هي مش لاقيه وقت اصلا تغسل وشها عشان تبقى داخله الرفاهيه ان هي تخش تاخد شاور دي او تستحمى او الكلام ده. فانتوا متخيلين الضغط النفسي قد ايه كان عليها؟
طيب هي عبّرت عن رأيها، وهو ده اللي أنا عايزة أقول لكم، هي عبّرت عن رأيها ولكن بالزعيق، هي مش قصدها تزعّق ولا قصدها حاجة، فما بالكم بقى اللي ما عبّرتش خالص عن رأيها وسكتت وبيّنت إن هي عادي، فبالتالي الشخص اللي قدّامها ما كانش فاهم هي بتمُر بإيه، يعني فما بالكم إن نادين كانت عمّالة بتزعّق وبتقول أنا عايزة أعمل كذا، أنا مش عارفة أنام، أنا مش عارفة إيه. فالشخص اللي قدامها فهم ان هي عايزه تعمل دوت حتى لو عبرت عنه بالخناق، مش مشكله، المهم ان هي عبرت عنه، فبالتالي بدأ ان هو يساعدها، بدأ ان هو يفهم هي بتمر بايه. فما بالكوا بقى باللي ما عبرش خالص، باللي ما قالش سكت. ف فالشخص اللي قدامه مش عارف هو بيمر بايه، مش حاسس، فبدأ يحمل عليه حاجات تانية اكتر بدل ما يشيلها هو. فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه؟ فبالتالي يعني في البدايه كده لما يبدا في حاجه عندك بجد عبري عن احساسك بالتعب من غير ما تمثلي، يعني ما تمثليش ان انا تعبانه وبموت وانت فعلا مش كده، لا، انا فعلا ما بنامش، انا فعلا حاسه ان انا تعبانه النهارده، انا محتاجه ان انا انام شويه، انا محتاجه ان انا اعمل حاجه معينه شويه. ف اتكلمي ما تكتميش جواكي وما تعبريش عن مشاعرك، ان اللي قدامك مش مطالب انه يخش جواكي ويعرف انت عايزه ايه او محتاجه ايه. بعد كده بتمر الحياه ان خلاص هو بيفهم ان هي على طول متنشنه وعلى طول متعصبه، وهو بدأ ان هو يحاول يساعد، يحاول ما يبقاش متواجد دايما، اللي بيعرف يعمله بيعمله، بتمشي الدنيا ايه، حبه كده وحبه كده، والدنيا بتمشي عادي جدا لحد ما بتمروا من 5 ل7 سنين. من 5 ل7 سنين المرحلة اللي هي اسمها الهرشة السبعة دي، العيال بتكون كبرت كفاية ان هي الى حد كبير شايلة نفسها، ان الطفل عندك بقى عنده 5 6 سنين، فهو اوريدي شايل نفسه الى حد كبير، بينزل مدرسة، بينزل حضانته، الدنيا بتمشي يعني. طب المشاكل بقى بتيجي منين، او البوم اللي في الحياة ده بيجي منين؟ بيجي من حاجة اسمها ان احنا عايزين نكسب الخناق. كل واحد فينا شخصيته اتغيرت. انا من 7 سنين ما كنتش زي ما انا دلوقتي، وكذلك الطرف التاني اللي معاكي هو كان من 7 سنين هو كان شخصية ودلوقتي بقى شخصية تانية. فبتحسوا ان مش ده البني ادم اللي انتوا اتجوزتوه، مش هو ده الشخص اللي بدأتوا معاه حياتكم اتغيرت، طباعكم اتغيرت. مش عايزه اقول نضج، بس هو اكيد جزء من النضج واكيد جزء من الوعي، ولكن بيتحول لجزء برضو من انا عايزه ارجع زي زمان، انا عايزاه هو كمان يرجع زي زمان. ما بتبقوش فاهمين ان انتوا الاتنين اتغيرتوا، انتوا الاتنين شخصيتكم اتغيرت، ولا هو فاهم ده ولا انت فاهمه ده. هي دي الهرشه السبعه. في مقولة حلوة قوي اتقالت في آخر حلقة في المسلسل اللي هو الحلقة 15، جوز نادين قالها لها اللي هو آدم. قال لها إيه؟ قال لها أنا كاتبة المقولة دي عشان أنا عايزة أقولها لكم بالملي كده، لأن هي دي ملخص الحياة. ولما أدركتها وحسيتها ندمت على حاجات كتير ما عملتهاش، وحاجات كتير قبلت بيها. المقولة دي بتقول إيه؟ بيقول لها عشان العلاقات ما تفشلش لازم نتعلم نتخانق صح. هو في حاجة اسمها نتخانق صح؟ ده اللي اكتشفته، ان في حاجة اسمها نتخانق صح. نتخانق طبيعي، ان احنا نتخانق ده طبيعي، واللي يقول غير كده يبقى كداب. البيوت كلها فيها مشاكل وفيها تاتشات وفيها البهارات وفيها الفكرة. وده الدرس اللي عليا وعلى الطرف التاني، انا بكلمك انت كوجه عام، يعني انا بقول على الزوجة والزوج. الفكرة ان احنا نتخانق صح. طب يعني ايه نتخانق صح؟ قال لها ما يبقاش الهدف هو مين اللي يكسب الخناقة، عشان مش هتاخد كاس العالم في مين كسب الخناقة. طز. الهدف هو انك ما تخسرش الطرف التاني بسبب الخناقة دي. ما تخليش ان الخناقة دي هي اللي توصل في النهاية ان انت تخسر الطرف اللي قدامك. طب ده هيحصل ازاي؟ بان انت تتنازلي او هو يتنازل؟ لا، مش قصده كده خالص، مش قصده فكرة التنازل. قالك ان الهدف ان مش مين اللي يكسب،
طز في اننا نكسب، طز في اي حاجة قدام ان احنا نحافظ على بعض باحترام، اننا نحترم بعض. يعني الخناقة يكون هدفها اننا نحافظ على بعض ونحترم بعض. حطوا بقى 100 خط على الحاجتين دول، نحافظ على بعض ونحترم بعض. هو ده يكون هدف الخناقة، مش مين يكسب، مين اللي ما يطلعش غلطان، لا، مين بنتخانق، بس بنتخانق في هدف ان انا مش عايزه ده يحصل عشان انا مش هقدر استحمله، فمش عايزاه يحصل تاني عشان ده هيكون نهايته ان احنا نخسر بعض، واحنا مش عايزين ده. فبالتالي لازم نحترم بعض. الخناقه لما بتبقى قويه قوي وبيفقدها الاحترام بتكون نتيجتها وحشه قوي، ونتيجتها ممكن توصل للانفصال. وده اللي انا اكتشفته بعدين. لما جوزك بيكون بيتخانق معاكي بعدم احترام، او انت بتتخانقي معاه وبتردي عليه بعدم احترام، ده بيكون نتيجته الانفصال. محدش هيستحمل اهانة مدى الحياة، او محدش هيستحمل ان انا بس اللي بحافظ على العلاقة وانت ما بتحافظش، او انت بس ما بتحافظيش وانا الراجل اللي هفضل مستحمل اخطائك وكلامك ومشاكلك. ففي النهاية اللي انا كنت عايزة اوصله ان لقيت ان طريقة الخناقة بتختلف جدا. بصوا خناقاتهم كانت عاملة ازاي، وبصوا خناقات الشخصين اللي كانوا لسه بادئين حياتهم بس كانوا بادئينها صح، بادئينها فاهمين المقولة دي من اول ما كانوا بادئينها. يعني كانوا بيتنشنوا جدا، اللي هي كانت سلمى، كانوا بيتنشنوا جدا بس وبيقولوا لبعض كل حاجة، ولكن بألفاظ محترمة بسياق محترم، ونهايته انا حابة نعمل كذا وانت حابب نعمل كذا. فاحنا في النهاية ان احنا عايزين نوصل لحاجة في النص ان احنا الاتنين نعملها واحنا مبسوطين. حد هيتنازل سيكا والتاني هيتنازل سيكا، وهنوصل في طريق واحد هو نحافظ على بعض. لما قعدت اتكلمت في الموضوع ده مع جوزي، وكنا في الفترة دي يعني الهرشة السبعة كانت شدانا، لقيت ان طريقة الحوار فعلا اختلفت. لقيت ان فعلا هو كان عايز ده وانا عايزة ده، بس احنا مش عارفين نعبر عن بعض، والشيطان بيحضر والدنيا دب 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 وما بنبقاش عارفين نعبر احنا عايزين نقول ايه. فلما مشينا على الاسلوب بتاع الهرشة السبعة ده، والمقولة الاخيرة اللي اتقالت في اخر المسلسل، فعلا الموضوع مختلف جدا يا بنات، او يا شباب بجد. حاولوا تتخانقوا باسلوب محترم، حاولوا تعبروا عن اللي انتوا عايزينه باسلوب محترم، ويبقى الهدف بعد الاحترام هو ان احنا نحافظ على بعض. مش انا بس اللي حافظ على بيتي، او الراجل بس هو اللي عايز يحافظ على بيته، لا، كده الحياة مش هتكمل، وفعلا هيكون اخرها الله اعلم قد ايه، ومش هتكمل فعلا. لان الشخص اللي عمال يحافظ على الحياة دي، عمال يحافظ، هيجي وقت عليه وهيقول خلاص انا مش عارف اكمل كده تاني، مش هقدر اكمل كده حياتي تاني، احسن لي اكمل حياتي لوحدي افضل من ان انا افضل احارب في حياة الشخص اللي قدامي مش عايز يحارب معايا فيها، سواء اللي بيحارب ده الزوجة او الزوج، لان انا شفت كده وشفت كده. فلا، حاربوا مع بعض بتبقى اجمل، اتخانقوا مع بعض احسن، يعني حاجة حلوة برضو مش وحشة، ولكن تحترموا بعض في الخناق. في نهاية الفيديو انا هدف الفيديو ده بجد ان انا حاجة اتعلمتها، فحابة ان انا محدش يقع في الاخطاء اللي انا وقعت فيها، او نتعلم من بعض. فالهدف من الفيديو ده هو حاجة كده لوجه الله، ان يعني لو كأني بكلم واحدة صاحبتي اللي هو انتوا، بجد نصيحة مني، اتخانقي مع جوزك ولكن اتخانقي باسلوب محترم، هو كمان يتخانق معاكي باسلوب محترم. الهدف في الخناق مش مين اللي يكسب الخناقة، لا، ان احنا نوصل لنتيجة نحافظ بيها على بعض
ما يبقاش حد واحد بس اللي بيتحمل ده والتاني لا. اوعي تكوني الشخص الوحيد اللي بيتحمل، ولكن تحملي مرة واثنين وثلاثة، ولكن وصلي له ان انا بعمل ده من اجل الحفاظ على البيت ده، فبالتالي انا مستنية منك ان انا اشوف ده منك انت كمان. اوجدي شخص يكون شخص مؤثر مش شخص هدام، شخص مؤثر مش شخص هدام، يكون نصيحته في مصلحة البيت. لو ما قدرتيش ان انت توصلي ده مع جوزك، او انت ما قدرتش توصل ده مع مراتك، حاولوا تشوفوا طرف ثالث، ولكن انتقوه بعناية جدا، لان الاشخاص دي بقت نادرة قوي في حياتنا. وشوفوا مين فعلا اللي بيحاول يحافظ على علاقتكم انتوا الاتنين، مش يركب حد على حد. الشخص ده مهم في الحياة وفعلا بيأثر جدا. عبري عن مشاعرك لجوزك، اتكلمي انت كمان، عبر عن مشاعرك لمراتك واتكلم، بس يكون في من جو الهدوء. يا رب الفيديو ده اسمعه بعد فترة طويلة، واكون مشيت فعلا عن مع السكه دي او مع المعلومات دي، لان انا رغيت كتير، بس انا ما كنتش محضره للفيديو ده، وحبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم فيه بوشي، عشان تعبير الوش بيكون افضل من ان انا ايدي بس اللي باينه. افتكروني بدعوة حلوة، ربنا ان شاء الله يا رب يحافظ على البيوت كلها ويهدي سرنا كلنا ويهدينا لبعض. اتفرجوا على مسلسل هرشة السبعة، هو مسلسل عظيم بعيدا عن المسلسلات المتخلفة اللي احنا بنشوفها الايام دي. لا، المسلسل ده هادف جدا، اتمنى فعلا ان انتوا تشوفوه وتدعوا لي. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.